أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالبغريرات المسلات ديالي. اليوم جيت جبت لكم قصة من نوعكم المفضل، زواج إجباري. نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم، وباش ما نطولش عليكم في المقدمة نبدأ قصتنا. النهار كان دافي والجو ساكت في حي راقي في مدينة فاس. سيارة سوداء فخمة من نوع بي ام دبليو وقفات قدام فيلا كبيرة، بابها حديدي ومزين بزخارف قديمة. نزل منها بدر، شاب طويل القامة، لابس بدلة رمادية أنيقة، عيني غارقين في التفكير. بعد سنين طويلة عاشها في الغربة رجع أخيرا لبلادو باش يتولى رئاسة شركة العائلة من بعد ما والد ديالو مرض وقرر يتقاعد. منين دخل الدار كل شي بدا يرحب بيه، العمات، الخالات، الخادمين، الضحك والفرحة مالين الجو. ولكن وسط ديك الضوضاء كاين سر. في العشاء ديال الترحيب، الاب ديال البطل ديالنا اللي قال قدام الجميع: بدر ولدي العزيز، دابا رجعتي راجل مسؤول وخاصنا نكملوا الوعد اللي دار بيني وبين خويا. راك كتبنا لكم لبعضكم منين كنتو صغار، وجا الوقت باش تزوج بنت عمك هيفاء. صمت عم المكان، كلشي بدا كيشوف شي. بدر تصدم: بابا كيفاش الزواج؟ ما فهمتش. الاب اللي قال بصرامه: هذه كلمه الرجال وما يمكنش نتراجعوا عليها. بدر ما قدرش يعارض الاب ديالو احتراما ليه، ولكن في داخله كان غليان. كيفاش الزواج بلا حب بلا حتى شي حاجه مع بنت ما عارفاش من سنين؟ في هذا الوقت كانت هيفاء في الجناح ديالها كتقرا، ما كانتش عارفه ان القدر كيحضر ليها مفاجاه. هيفاء بنت عم بدر، جميله بطريقه راقيه، عيونها عسليتين كبار، شعرها بني طويل وملامحها بريئه، عيونها اللي مشفرين. تربات في دار محافظه، ما كانت كتخرج بزاف ولكن كانت مثقفه وموهوبه في الرسم. لالا كلثوم اللي دخلات: بنتي راه جا الوقت باش تتزوجي وبالضبط من ولد عمك بدر. هيفاء اللي تجمدات وقلبها بدا كيدق بسرعه: بدر اللي كان برا؟ علاش انا؟ هادي رغبه الوالدين بنتي، زواج العائله زوين وانتي وبدر مكتوبين لبعضكم. الدار ولات عامره بالزينه، الناس كيهضروا ويضحكوا، ولكن العروسه والعريس كانوا بحال الغرباء. بدر كان كيبين الهدوء ولكن في داخله عاصفه. هيفاء كانت حاطه عينيها في الارض، الخجل والخوف كيغلبوا عليها. منين عطاهم الخواتم تقابلوا بنظرة قصيرة فيها بزاف ديال الحيرة. بدر اللي قال بصوت خافت: نتمنى تكوني مرتاحة. هيفاء اللي جاوبات: نتمنى حسن ترتاح السي بدر. بدر اللي ابتسم بخفة وقال: قولي غير بدر بلا رسميات. داك الحوار القصير خلى في قلبهم أو في القلب ديالهم شعور غريب. دازو يامات الله وبدر كان باغي العرس دغيا يدوز. بداو لي بريباراسيون ديال العرس، وفي نهار العرس الدار ولات عامرة بالزغاريت والضحك. الناس كيشوفوهم أجمل كوبل، هو وسيم وهي فاتنة، ولكن الحقيقة قلوبهم خاوية من الحب. هيفاء كانت لابسة تكشيطة بيضة مطرزة بالذهب، شعرها مفكوك على كتافها، والسالف اللي شافو كيتلف، والدموع كتلمع في عينيها وهي كتسمع الصغاريت. بدر كان واقف في جنبها متجمد كيبتسم للناس بلا إحساس. منهم مشاو للغرفة ديالهم في ديك الليلة، الصمت كان هو سيد المكان. هيفاء جلست في الكرسي وهو جلس بعيد عليها، ما عرفوش شنو يقولوا لبعض. هو اللي شاف فيها وقال: ما نعرف شنو كنحس دابا، ولكن نقدروا نكونوا أصدقاء قبل ما نكونوا زوج وزوجة. هيفاء اللي تنهدات وقالت: هادشي اللي كنت حتى أنا باغا نسمع. ومن ثم بدات حياتهم الباردة ولكن محترمة. الأيام دازت وكل واحد منهم عايش حياته. بدر غارق في الشركة والاجتماعات والسفريات، وهيفاء في الدار كترسم وتطبخ وتحاول تشغل وقتها، لكن الفراغ اللي في قلبها كان مخلف أثر كبير وبزاف. هيفاء حاولت دير مجهودات، كانت كتوجد ليه، كتحاول أنها تكسر داك الهدوء اللي بيناتهم، كتسولو على نهارو ولكن بدون جدوى، لدرجة أنها بدأت تتفقد الأمل، وقالت في بالها: يمكن هو ما عمره غادي يحبني، ولكن ما عرفتش، إحساسي كيقول حاجة واحدة أخرى.
ويمكن عاوتاني يكون هاد الزواج فعلا كان غلطة. في يوم من الأيام دخلت في حياتهم مها صديقة قديمة لهيفاء من أيام الثانوية، بنت أنيقة ولكن عينيها فيها لمعة ديال الطمع. كانت كتجي تزور هيفاء في الدار بزاف، وبدات كتعرف على بدر. هي اللي بدات كتقرب منه بطريقة غريبة. مرة قالت ليه: سي بدر، شنو هو سر النجاح ديالك؟ راه كلشي كيهضر على شغلك. ما كاين لا سر لا والو، غير الخدمة بزاف. بدات كتضحك بطريقة غريبة وكتزيد تقرب ليه كل مرة. هيفاء ما كانتش شاكة فيها، بالعكس كانت كتحسبها اختها، لكن ما كانت داخلة على عينين الطمع، وكتخطط باش تخطف قلب بدر وتدخل حياته باش تسيطر على أمواله. مع الوقت العلاقة بين بدر وهيفاء ولات باردة بزاف. المشاكل والسكوت مع اللي استغلت الموقف، أو ولات كتوسوس البدر في راسو: يمكن هيفاء ما عرفتش لك وما عرفتش الطبع ديالك، راه بزاف عليك تبقى مع وحده اصلا هي ما فهماكش. صافي طلقها، ياك انت كتبغيني طلقها وتزوج بي انا. فعلا بكتر ما وسوسات ليه معها هذاك النهار في راسو، هو اللي مشى عند هيفاء وتدابز هو وياها. هو اللي قال بعصبية: يمكن كنا غالطين من الاول، الزواج ديالنا ما كانش ناجح. هيفاء اللي جاوبته الدموع في عينيها: ماشي الزواج اللي فشل، اللي فشل هو الصبر ديالك، براتي توصلني. هو اللي ما فهمش شنو دار، وفي لحظة غضب قرروا ينفصلوا. طلق دار ضجة في العائلة، ولكن ما كانتش بيدهم يرجعوا. هيفاء خرجت من الدار حاملة معها ألم كبير في قلبها، وبدر تزوج من معها بعد مدة قصيرة. الناس تعجبوا، ولكن هو كان ضايع، ما كيبغيش يعترف أنه ارتكب أكبر خطأ في حياته. اللي بدات كتصرف بطريقة غريبة، كدير راسها مرة عيانة، مرة جايها الرضا، هادشي اللي كان من بين علامات الحمل. وفي الأخير قررت تقولها البدر: دخل. بدر، شنو بغيتي؟ جيت نقولك أنه اليوم كنت مشيت عند دكتور ودرت فحص على هادشي اللي كيجيني، ولقيت راسي حاملة. هو اللي شاف فيها بواحد النظرة واللمعة جات في عينيه. بصح يعني انا غادي نولي اب. غادي تولي اب. هو اللي هزها وعنقها وجلس كيدور بيها. كثرت الفرحة، مشى جاب لها الشكرات، جاب لها الورد، جاب لها اي حاجة كتحتاجها الحامل غير باش يوفر لها الراحة. ولكن ما كانش عارف ان الخطة ديال ماها هي اللي دمرت ليه حياته كاملة. في واحد النهار الخادمة لاله حادة كانت كتسمع صوت غريب، او لا الصوت ديال الصراخ جاي من الغرفه ديال مها وبدر. هي اللي قربات ويلا كانت بغات تحل الباب، حتى سمعات مها كتقول: انا قلت له راني حامله وغادي ندير اللي بغيت، وان شاء الله غادي ندوز واحد 3 شهور وغادي نشوف كيفاش ندير ليها، نقول له يا اما طيحته يا اما شي حاجه بحال هكذا. لا صافي، كون هاني كون هاني، ان شاء الله كل شيء غادي يدوز بخير، رحت انا كنبغيك حبيبه. لا حدا ما سكتاتش، مشات عند بدر وقالت له الحقيقه. بدر اللي مشى لعندها واكتشف الكبده اويلي، اكتشف الكذبه وطردها من الدار. ومن داك النهار عرف بدر بقيمة هيفاء، وقال في باله: اللي باع الملاك باش يشري شيطان يستاهل العقوبة. رجع البدر الوحدة والندم، كل حاجة تبدلات، النوم ديالو، الراحة ديالو. أبدا كيشوف الصورة ديال هيفاء في كل منطقة أو في كل زاوية في البيت، وكيقول بصوت خافت: سامحيني يا أغلى إنسانة ضيعتها بيديا. ومن هنا غادي تبدأ الرحلة باش يسترجع الحب ديالها. مرت الشهور على طلاق بدر وهيفاء، وهاد الشهور كانت من أصعب الفترات في حياتهم بجوج. هيفاء رجعت تعيش مع والديها، عايشة في الهدوء والسكينة، ولكن قلبها مقبوض. كانت كتخدم على راسها، كدير دورات في الرسم والتصميم وكتحاول تنسى، ولكن في كل لوحة كترسمها كان كيبان وجه بدر بلا ما تحس. اما بدر فكان عايش في دار كبيره ولكن خاويه، الخدمه ما بقاتش كتعني له والو، كلشي كيبان باهت، حتى الابتسامه ديال الموظفين في الشركه ما كانتش كتوصل لقلبه. كان كل مره كيتفكر المواقف ديالو مع ماها وكيحس بالعار والغضب على راسو. الخادمه لاله حاده كانت كتقول له ديما: ولدي ولدي بدر،
الله يسامح. ولكن راها بنت عمك وقلبها كبير، غير دير الخطوة الأولى. كان كيسمعها ويسكت، ولكن الكبرياء ديالو كان كيمنعو يرجع بسهولة. واحد النهار كانت هيفاء في واحد المعرض فني في المدينة القديمة، عارضة لوحاتها. كانت لابسة جلابة بسيطة ولكن أنيقة، شعرها مربوط على شكل كوت شوفال، والابتسامة ديالها راقية. بدر دخل المعرض بصدفة، ما كانش عارف أنها موجودة. منين شافها وقف، مشى عندها وقال بصوت هادي: هيفاء، انتي هادي؟ هي اللي تلفتات عليه. القلب ديالها بدا كيخفق، ولكن بسرعة بدلات الملامح ديالها البرود. سلام بدر، انا كنت كنتوقع نشوفك هنا. حتى انا ما كنتش عارف، اللوحات ديالك زوينين بزاف. شكرا. I think الفن هو الشيء الوحيد اللي بقى لي بعد كل شيء. اسمح لي، عندي زبناء، خاصني نمشي. هي اللي مشات وتركت بدر غارق في ذكريات الماضي. بدر ما قدرش يخرجها من باله. بدا كيبعث رسائل خفيفة في البداية، يسول على حالها، ولكن هي ما كانتش كتجاوب بزاف. حتى دازت مدة طويلة ومشى لدار عمو. العم فرح بيه وقال له: هادي دارك ولدي، ماشي غريب. لكن هيفاء كانت باردة في الكلام، كتجاوب باحترام فقط. فهاد الليلة هيفاء في الغرفة ديالها بدات كتشوف الصور القديمة، نهار الخطوبة، العرس، اللحظات القليلة اللي كانت كتجمع بيناتهم. القلب ديالها اللي كان متمرمد بين الجرح والحنين. من بعد أيام قرر بدر يواجهها بصدق. مشى لعندها المعرض مرة أخرى وجاب معاه باقة ورد بيضاء. قال لها: هيفاء، اسمحي لي نهضر معك عفاك واحد 2 دقائق. هي اللي قالت: أنا كنسمعك. هو اللي تنفس وقال: كنت غبي، كنت ضعيف قدام الكذوب، صدقت وحدة ما كانت كتستاهلني وظلمتك. ما كنتش عارف قيمتك حتى مشيتي، ولكن منين شفتك اليوم فهمت أن الحب اللي بينا ما عمرو مات، بالعكس غير زاد حيا. دموعها كانت قريبة، ولكن كبريائها شدها. بدر، الكلام سهل، ولكن الثقة ما كتبناش بالليلة ونهار. عارف، وغادي نرجعها خطوة بخطوة، غير عطيني فرصة. هي اللي سكتات شوية وقالت: ما نقدرش نوعدك، ولكن نقدر نجرب ونشوف واش قلبي مازال يقدر يحبك ولا لا. بدات علاقة جديدة بيناتهم، فيها الصبر والتفاهم. بدر كان كيعوض على كل لحظة وجع. كان كيجي ياخدها من الدار وكيمشي ويتعشوا في مطعم هادئ. هيفاء لاحظت التغيير، ولكن ما كانتش باغية تطيح بسرعة. كانت كتقول في بالها: يمكن القدر عطانا فرصة تانية، ولكن واش نقدر نثق فيه عاود تاني؟ ومع الأيام الحب بدا كيرجع بهدوء. بدر اللي ارتاح في حياته والضحكات ولات صافية، العائلة كلها فرحات، وحتى لالا حتى فرحات. بدر دار مفاجأة كبيرة، نظم حفل صغير وجاب عائلتهم والأقارب والأصدقاء. وقف قدام الكل وقال: اليوم ماشي فقط زواج، اليوم بداية جديدة مع المرأة اللي تعلمت منها معنى الحب والصبر. هيفاء اللي بكات وكل الناس بداو كيصفقوا. تزوجوا مرة أخرى، ولكن هاد المرة عن اقتناع وعن حب ناضج. دارهم ولات عامرة بالضحك والفرحة اللي رجعت كتسكنها. ودازت أيام وأيام، شهور وسنين وأعوام. بدر وهيفاء اللي رزقهم الله بآدم وسارة. بدر ولا أب حنون، وهيفاء ولات أم مثالية. علاقتهم غير غادة وكتزيان، عامرة بالاحترام والضحك والنشاط. وفي كل صباح كان بدر كيقول ليها وكيبوس راسها: يمكن الزواج كان إجباري، ولكن حبنا كان اختيار من الله. وكانت هيفاء كل مرة كتقول مع راسها وهي كتشوف العائلة ديالها الصغيرة تجمعات، بعد القصص كتبدا بالغلط ولكن كتسالي بمعجزة. النهاية. ما تنسوش تقولي لي كي جاتكم القصة. شوفوا، حاولت انني نختصرها قدر الامكان باش هكا ما تجيش طويله بزاف. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا حيت وصلتوا حتى لهنايا في هذا الفيديو. كنوجه لكم بوسات كبار. البغريرات المعسلات ديالي والحلوات، ما سميتكمش بغريرات غير هكاك. كنبغيكم بزاف، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديده. وما تنساوش القصه اللي بغيتوها ان شاء الله تكون في الفيديو الجاي. كتبوا لي في لي كومونتير، كتبوا لي الاسماء ديال الابطال اللي بغيتو. انا ان شاء الله كنقرا لي كومونتير كاملين، وكنبغيكم ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.